المشاهدون الأكارم، أسعد الله مساءكم أينما كنتم بكل خير. من تلفزيون دولة إريتريا نقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذه الفترة. أصحابكم فيها قاسم أحمد، والبادئ كالعادة بأهم ما جاء فيها. حاكم إقليم شمال البحر الأحمر يبحث مع سكان شعب تنفيذ البرامج التنموية. مزارع القشبركة توجد في وضع جيد. تجميع القرى في نافا. الرئيس التنفيذي لأرامكو شركة بعثت بعد الهجمات أقوى من ذي قبل. الصين وأمريكا عقدتا محادثات تجارية بناءة في واشنطن. والرئيس الأفغاني يعاد بإجراءات لتجنب سقوط قتلى مدنيين في الحرب على المتشددين. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. بحث حاكم إقليم شمال البحر الأحمر العميد تخليل بسوف في 20 من سبتمبر الجاري مع ممثلين سكان مديرية الشعب تنفيذ البرامج التنموية والمشاركة الفاعلة. وذكر العميد تخليل سياسة واستراتيجية الحكومة الإريترية الثابتة الاعتماد على الذات، ودعا سكان المديرية لضرورة الاستفادة الجيدة من ثروات بيئتهم والآليات الثقيلة التي توفرها لهم الحكومة لتنمية الإنتاج ومكافحة التصحر. وأوضح فيما يتعلق بالخدمات التعليمية أنه ورغم وجود مدارس شيدت بمنصرفات كبيرة في المديرية، إلا أن المشاركة الطلابية لا تتوازى مع الاستثمار الضخم الجاري في القطاع التعليمي بالمديرية، مناشدا السكان للتخلص من حياة الترحال والتركيز على تعليم أبنائهم. في الختام قال العميد تخليل أن الأراضي هي ملك للحكومة وعلى الشعب الاستفادة منها، مشددا على إعطاء رد سريع وفي أوانه على أسئلة واستفسارات المواطنين وشكاويهم. من جهته ناشد مسؤول الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في الإقليم السيد هيلة ولد برهان سكان مديرية الشعب لتعزيز ثقافة التعاون المتوارثة لعهود طويلة من الزمان لدعم ومساعدة أسر الشهداء. من جهتهم قدم المشاركون آراء وتوصيات بناءة من ضمنها منح اهتمام أكبر لطريق احتلاء الشعب الذي أصبح صيانته فوق طاقتهم، وخلق أوضاع ملائمة لبدء الخدمات الكهربائية وإيجاد حلول جذرية للآبار التي تتعرض للخراب بشكل مستمر وغيرها من الآراء. ذكر مدراء المديريات في الاجتماع الذي عقد بمدينة بارونتو في 19 من سبتمبر الجاري بأن معظم المزارع في إقليم القشبركة وكذلك المحميات والمراعي توجد في وضع جيد بفضل الخريف الطيب. وفي اللقاء الذي جرى مع حاكم الإقليم السيد أبرها جرزا بالتركيز على أوضاع المزارع وأجواء الخريف الراهنة، أوضح بأن الخريف ورغم أنه بدأ متأخرا في الإقليم، إلا أنه بداية من منتصف شهر يوليو شهدت غالبية مناطق الإقليم هطول أمطار غزيرة، ونتاج لذلك بلغت المزارع إلى مرحلة الإثمار. وقالوا إن علف الحيوان والحفائر والسدود توجد في وضع جيد، مما أدى ذلك إلى تخزين علف ومياه كافية للبهائم في العام القادم. ووفق المعلومات المقدمة تأكد بأنه في حال هطلت أمطار خلال هذه الأيام في مديريات الإقليم ما عدا مديريات سني وسلعة وفورتساوا سوف يحصد إنتاج وفير. كما بحث الاجتماع أوضاع الطرق والخدمات الاجتماعية الأخرى، وطالب لاتخاذ مبادرات بناءة من أجل تقليل المشاكل مرحلة بمرحلة، وخاصة إدخال سبل جادة لمتابعة ورقابة أعمال المشاريع المتوقفة لعدد من الأسباب. وقال حاكم الإقليم السيد أبرها جرزا إنه يتوقع حصاد وفير بفضل الخريف الطيب، مناشدا للمتابعة المستمرة حتى المرحلة الأخيرة من جمع المحصول. ووفق المعلومات الواردة من مكتب تنمية البذور، تم زراعة أكثر من 205 ألف هكتار هذا العام من أصل 250 ألف هكتار، وتشمل أنواع البذور أنواع المزروعات على الذرة والدخن والسمسم والبقوليات. هذا ويقطن أقليم القشبركة 820 ألف نسمة في 16 مديريات و215 إدارات ضواحي و985 قرية.
أعلن مدير مديرية نوفا السيد يعقوب إدريس أن العمل يجري بتوسع لتجميع القرى لحصول السكان على الخدمات الأساسية. وأوضح في مقابلة مع إرينا أن المدارس الداخلية التي تخدم المتجمعين في مركز إدارة نوفا تسهم لمحو الأمية. وقال أن المناطق التي كانت دفاعات لأكثر من 20 سنوات أثناء النضال التحرري تعتبر أكثر المتضررة، لكن الاهتمام الذي وجدته بعد الاستقلال جعلها تشهد بناء مستشفى و3 عيادات و6 نقاط صحية، وقد خلق ذلك تحسنا في الحياة المعيشية وشجع لتجمع القرى. وأشار إلى بناء 3 سدود و20 خزانا لتنمية مصادر المياه وتوفير مياه الشرب الصالحة وإرساء 8 مشاريع مياه. وأكد بأن نوفا تسير من ساحة حرب إلى طريق الإعمار، وتمكن السكان نتيجة لتمهيد الحياة الآمنة له التجمع في مناطق مختارة والاستفادة من موارد محيطة والعدالة الاجتماعية. وتشهد مدينة نوفا نموا ملموسا في مؤسسات الخدمات الاجتماعية والمرافق التجارية وعدد السكان، ويعمل في مختلف المؤسسات شبابها الذين تخرجوا من مؤسسات التعليم العالي بعد المرور بمدارسها التي تقدم الخدمات التعليمية لأكثر من 10,000 طالب نظامي وبرنامج التعليم الكبار. وذكر مدير مديرية نوفا وجود خدمات الهاتف في أحسن الأحوال مع وجود نقص في المواصلات. يسهم السد المشيد في أبيتاق للتخفيف من مشكلة مياه الشرب للإنسان والبهائم. وأفاد السكان بأنهم كانوا يسيرون مسافة طويلة لجلب المياه في السابق، وقد حل السد المشيد هذا العمل مشكلة. وقال مدير الضاحية عد بربري السيد جابر اندول إن عدم وجود خزان مياه في المنطقة كان يتسبب في السير مسافة 5 كيلومترات للشرب، وقد أحدث السد الجديد حلا دائما. وتفقد حاكم اقليم عنسبة السيد علي محمود السد ومياهه داعيا لاصلاح مساقط مياه السد للحيلولة دون امتلائه بالطمي. وهاب خبراء الزراعة لإجراء دراسات لأهمية المنطقة بالغطاء النباتي والحياة البرية. نظم في إقليم جنوب البحر الأحمر لقاء لتعزيز برامج الدعم والمساعدة القائمة على التأهيل الأهلي للمعاقين والمسنين. وأوضح القائم بأعمال مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في الإقليم السيد يوسف السحية في الاجتماع الذي عقد بحاضرة الإقليم مدينة عصب حول أهداف وأهمية التأهيل الأهلي للمعاقين والمسنين، وإجراء إعادة التنظيم للجان بسبل منسقة وموحدة لإدخال أعمال فعالة وتسيير مهام جيدة. وكان الهدف من اللقاء هو تعزيز مشاركة أهلية للعناية بالمعاقين والمسنين، فضلا عن الإسهام الفاعل لتهيئة بيئة مناسبة تساعد لاعتماد المعاقين والمسنين على ذاتهم، مشيرا إلى أهمية الحد من تراكم وتكرار العمل. وقدم السيد يوسف توضيحا مفصلا حول مسؤولية منسقي اللجان القائمة على مستوى الأقليم والمديريات والضواحي، مؤكدا تسيير أعمال فعالة لتطوير المعاقين والمسنين وضرورة تعزيز اللقاءات التقييمية. من جهته قال المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية في إقليم جنوب البحر الأحمر السيد أحمد علي إن إعادة التنظيم الجاري يهدف لتعزيز وتطوير التجارب والأعمال، داعيا اللجان القائمة للعب دور كبير. مشاهدينا الأكارم، فاصل قصير ومن ثم أوافيكم بالأنباء على الصعيد العالمي، فابقوا معنا. أهلا بكم والأنباء العالمية. قال أمين الناصر الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة أرامكو السعودية في رسالة لموظفي الشركة إن أرامكو باتت بعد الهجمات على معاملها في بقيق وخريص في 14 سبتمبر أيلول أقوى من ذي قبل. وأضاف الناصر في الرسالة التي وجهها بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الذي يحل في 26 من سبتمبر أيلول: لا شك أن المعتدين كانوا يرغبون في رؤيتنا منكسرين منزعزعين، ولكن كان لتلك الاعتداءات التي استهدفت ضرب الاقتصاد العالمي وزعزعة صناعة النفط السعودية من خلال تدمير بنية أرامكو السعودية أثر إيجابي
أثر إيجابي لم يحسب له المعتدين حسابا. وقد قالت شركة النفط الوطنية أرامكو السعودية أنها ستستأنف إنتاج الخام بالكامل بنهاية سبتمبر أيلول الحالي. تسبب الهجوم في انخفاض إنتاج أكبر مصدر للنفط في العالم بواقع النصف، حيث توقف 5.7 مليون برميل يوميا من الإنتاج، من بينها 4.5 مليون برميل يوميا في بقيق والباقي من خريص. ووفقا لمسؤولين تنفيذيين في أرامكو عاد نحو 2 مليون برميل يوميا إلى الإنتاج بالفعل في بقيق، إضافة إلى 30% من إنتاج حريص. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات، على الرغم من أن الآلاف من العاملين والمتعاقدين يعملون ويعيشون في محيط الموقعين. قالت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا يوم السبت أن الصين والولايات المتحدة أجرتا محادثات بناءة بشأن التجارة في واشنطن. وأضاف شينخوا دون ذكر تفاصيل أن الدولتين اتفقتا على مواصلة الاتصال بشأن القضايا ذات الصلة، وناقشتا تفاصيل جولة المحادثات التجارية المقبلة في أكتوبر تشرين الأول. من ناحية أخرى، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة أن إدارته تحرز تقدما كبيرا مع الصين، مع استمرار محادثات تجارة على مستوى النواب لليوم الثاني، ورفع واشنطن الرسوم عن أكثر من 400 منتج صيني. لكنه أشار إلى أن المحادثات تمضي على نحو جيد، وقال دعونا نقول نحرز تقدما كبيرا مع الصين. وقال أيضا إن موافقة الصين على مزيد من المشتريات الزراعية لن يكون كافيا. وتابع نبحث عن اتفاق كامل، لست أبحث عن اتفاق جزئي، مضيفا أنه لا يحتاج إلى إبرام اتفاق قبل الانتخابات الرئاسية في 2020. وما زالت شقة الخلاف واسعة بين إدارة ترامب والحزب الشيوعي الصيني في القضايا الأساسية لنزاعهما التجاري، بما في ذلك إعلان الولايات المتحدة أن بعض الشركات الحكومية الصينية تهدد الأمن القومي، ورفض بكين تغيير نموذجها الاقتصادي بإلغاء الدعم المقدم للشركات التابعة للدولة. وعد الرئيس الأفغاني أشرف غني يوم الجمعة باتخاذ إجراءات للحيلولة دون سقوط قتلى مدنيين في الحرب على المتشددين، وذلك بعد يوم من معطل 30 مدنيا على الأقل في ضربة جوية بطائرة مسيرة أمريكية في إقليم ننكرهار بشرق البلاد. وقال غني أن الإجراءات الجديدة لحماية المدنيين في طور التنفيذ، وإنه طرح ضوابط لمنع عدة الغارات الليلية والهجمات التي تؤدي إلى سقوط قتلى من المدنيين. جاء هذا في كلمة ألقاها غني أمام تجمع انتخابي في جلال آباد عاصمة إقليم ننكرهار. ومن المقرر أن تجري انتخابات رئاسية يوم 28 من سبتمبر أيلول في أنحاء أفغانستان. الخبر الأخير في هذه النشرة: ذكرت شرطة الطرق السريعة في ولاية يوتا الأمريكية أن حافلة تقل سياحا يتحدثون الصينية تحطمت يوم الجمعة قرب منتزه برايس كانيون الوطني، مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة نحو 12 شخصا بجروح خطيرة. وقال جندي بدورية يعمل على الطرق السريعة بالولاية عبر الهاتف إن ملابسات الحادث الذي وقع نحو الساعة 11:30 صباحا بالتوقيت المحلي على الطريق 12 إلى الغرب مباشرة من المنتزه لم تتضح بعد. لكن رئيس شرطة مقاطعة غارفيلد ليلاند بيولوك قال لشبكة تلفزيون محطة محلية أن الحافلة هوت من على الطريق السريع قرب منتزه برايس كاينون. وقال الجندي أن جزءا من الطريق السريع حيث وقع الحادث أغلق في الاتجاهين، في حين فتحت السلطات تحقيقا لمعرفة سبب الحادث، مشيرا إلى أن من المحتمل أن يظل الإغلاق لفترة من الوقت. بهذا مشاهدينا الأكارم نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرتنا لهذه الفترة. شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، ودمتم في أمان الله.